السلام عليكم، صباح الخير. اليوم أنا مع هذا الرجال وذكرنا واحد توفى له 30 سنة بموقف طيب ودعا له في قبره ولا لا؟ الله يرحمه. الرجال هذا سعد عبد الواحد، مدير تعليم الطائف هاك الوقت عام 1412 و13 وقبلها. يقول هذا أبو نايف، هذا هديب الجعيد، يقول جيت في شارع البريد اللي فيها مكتب البريد لذا الحين الظاهر انه في الطائف، في الطريق اللي يودي على الرياض وعلى الحوية وعلى، يقولون هاك الأيام طالب ومعه ونيت لبوك وطالع من الجامعة، طالب في الجامعة وطالع مستعجل صبح، الظاهر انه بيلحق الدوام. ويوم قرب على الإشارة اللي عند البريد، كانت في إشارة عند البريد الحين شالوها، إلا وهاك الرجال اللي جاي قاطع معه مرسيدس وسواق وقفه في الخط الثاني اللي هو هذا، هو الله يرحمه ويغفر له، سعد عبد الواحد مدير التعليم، مع سيارة فخمة موقف في الخط الثاني وجاي يبغى البريد، وابو نايف جاي يبي يلحق الإشارة قدام تصير حمراء وتوقف الإشارة ما عاد يمدي يلحق، وهو يدعس على الددسن، يدعس يبي يلحق الإشارة. ويوم انتبه إلا والرجال قاطع، رجال شايب وقور، شخصية، لابس ملابس حلوة، وهو يكبس على الفرامل، يكبس على الفرامل ويحاول وتصيح الفرامل يسمعونها الناس، وفي عسكري واقف عند البريد. والرجال اندهش من السيارة يوم هي جايته صوت الفرامل، وهو يحاول انه يسعى، ورجال يعني له مكانه ومدير التعليم في الطائف، الا السيارة وصلت مرة وهو يعود يعطي السيارة بظهره ويقدم شوية ينحاش كذا قدام، وهو يلحقه ابو نايف بالسيارة ويصدمه يلقط مدير التعليم حق الطائف سعد عبد الواحد، ويطير ويوقع على بطنه في السكة ويطيح شماغه، والسيارة ما وقفت لا زحفت، يوم وقفت هو تحت الصدام بالضبط، وزحفت عليه لين ركبت عليها السيارة بس ما لمسته الكفرات، والرجال تحت السيارة. نزل هذا الرجال أبو نايف مفجوع طبعا قدام باب البريد، والعسكري واقف عند الباب، وهو يجي العسكري وهم يطلعون الرجال من تحت السيارة. هذا انفجع وطار عقله، وهو ما عرف انه مدير التعليم، ويمسكه العسكري ويوديه ويقعده على باب الدرج حق البريد، ويرجع لابو نايف قال انت هاك الايام ما في نايف ولد شباب، قال انت مجنون، انت ما تعرف هذا سعد عبد الواحد مدير تعليم الطائف، انت سويت مصيبة اليوم والله اني لا اوريك. يقوم العسكري ويهد عليه، ويقوم هذاك قال يا اخي يا ولدي انت وين رايح؟ انت رايح المريخ؟ والله ما قال الا هي، سبحان الله. قال يا ولدي انت وين رايح؟ انت رايح المريخ. شوفوا التربية، شوفوا سبحان الله، انسان من الناس اللي لهم مكانه وماسك منصب، يعني لو انه اي واحد غيره، لو انه ما هو متوظف ولا عنده ولا شيء، يمكن يقوم ويمسك محلقك ويهاوشك ويضاربك، والله لو ابوك والله يهد عليك. هذه شغله ما هي بسيطه، تطرح رجال تهور. قال يا ولدي انت وين رايح المريخ؟ يقول وانا ما تكلمت، يا عمي سلامات. يقول والعسكري ماسكني، قال يلا يا عم هات اثباتك، يقول هات اثباتك وانت بتوديه ايوه. وقال ابو وديه القسم، قال لا يا ولدي فكه خليه يروح اهله، لا يفجع اهله يفجع ابوه ينكد خطرهم وهو ينفجع، خله يروح. سبحان الله، شوفوا الطيب، شوفوا الحكمة، هذا اللي خلاه يذكره بعد 30 سنة. قال لا انت روح المستشفى وتلحقنا في قسم الفيصلية. العسكري يقول لمدير التعليم، قال فكوا، قال لا، قال طيب يلا انا بروح الحقكم، وياخذونه ويحطونه في قسم الفيصلية. يقول هديب هذا ابو نايف، يقول يوم دوبنا جلسنا الا وهو جاي داخل مع الباب. سبحان الله، يعني رجال زي هذا ورجال متعلم المفروض انه يروح المستشفى يطمن، وخلوا هذا شاب متهور خلوا يقعد لا بعد الظهر لا العصر، انا وش وراي. يمكن يقول خليه يتأدب ايوه. قال لا ويدخل. قال له العسكري هلا طال عمرك، تعرفون العسكري يعني مقدرينه مكانه. قال وش جابك؟ اروح المستشفى. قال ما اروح المستشفى لين تفكون الرجال هذا. اي والله. يقومون العسكر ويتعاطفون معه، والرجال هد العسكر
وقالوا يا عمي ما طيب تطمن على نفسك، يمكن فيك نزيف داخلي، يمكن فيك حاجة. تبون يروح المستشفى؟ قالوا ايوه روح المستشفى. قال فكوه، خلصوا التنازل الحين. ايوه. يقول انا كني كلمت اخوي، قلت وانا رايح، قلت انا سويت وصدمت رجال ومدري كيف والحق. يقول يجيني اخوي، يقول مستلم له اخوي حزمي، مستلم له من معهد الدراسات، مستلم له فلوس، متخرج من المعهد. 40,000 يمكن. يقول هو يجي داخل، وين هديب وين هديب وين. ويقول وانا اقابله الحمد لله قدام، يعني يدخل المكتب علينا، بقول له الموضوع خلاص انتهى. قال هم كم يبون مع الفجعة يعني. شو سبحان الله، حتى حزمي ما توقع ان يجي تنازل بهذه السرعة. ومن مدير التعليم سعد عبد الواحد عاد تنازل عنه ومشى، لا اخذ رقمه ولا يبغيه ولا نصحه بعد. قال يا ولدي على مهلك، الدنيا ملحوقة ولا تستعجل، تلقى واحد ما يتنازل عنك وهو يمشي. هذا الموقف اللي خلى ابو نايف يذكره بدعوة بعد 30 سنة، وهو توفى عام 1427، يعني له 20 سنة متوفي. سبحان الله. خلك طيب، وانا ان شاء الله وانت وكل واحد وترحموا عليه يطبع مواقف حلوة في الحياة. بعد فترة يجي واحد يدعي لك والله ويعلمك. ابو نايف يقول انا من بعد هذه القصة مهما يعني جاء علي خطأ ولا حاجة، يقول ابى انفعل واتذكر كلمة سعد عبد الواحد. والله. وخلاص وتمشي الحياة حلوة. يعني لو قام وهاك اليوم ووقفك ودروا الجماعة ودربوك وجاء ويضربك يمكن أبوك وانت تنكد مصيبة وتخض البيت كله، لا يا حبيبي روح. بس كلمتين نصيحة، والله انه لو وقفك هاك اليوم وبهذلك وتكلم عليك واخذ من حزمي فلوس والله يمكن انك ما تعدل ولا يتعدل سلوكك، صح ولا لا؟ لانك اخذت موقف، لكن عالجك ورباك بتربية وباسلوب عظيم وجميل. الله يرحمك يا سعد عبد الواحد، ادعوا له. انا والله ما اعرف الصراحه، يمكن ما لحقته. الله يرحمه الله يرحمه. جلس ما يقارب نصف قرن يقول في التعليم، تربيه وتعليم. هامه عز الله، هذا اللي يستاهل التربيه والتعليم. الله يرحمه وسلامتكم.